السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هنغسل مع بعض السجادة دي، كلها اتساخات وبقع. وهنغسلها مع بعض وهنضيف لها كيس هيخلي السجادة ترجع جديدة زي ما كانت بالظبط. فياريت تتابعوني كده للاخر ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. معايا كده ده جردل فيه مية مغلية. مية مغلية هحط له ربع ازازة خل. طبعا الخل ده هيخلي الالوان بتاع السجادة تزهزه وتبقى حلوة قوي. وهضيف كمان كيس كلوريكس الوان بالشكل ده. هفتحه بس كده وهنزل الكيس كله في قلب الجردل. يبقى احنا كده ضفنا خل ربع ازازة، وضفنا كيس الكلوريكس الالوان ده، وطبعا المية مغلية زي ما قلنا. وده اوكسي هحط كده منه شوية. دي كوباية صغيرة، هحط نصها مع المية بالشكل ده. وابتدي بس كده ايه اقلبها بالشكل ده، وامسك بالكوبايه بقى وهوزع الميه المغليه اللي فيها الكلوريكس وفيها الخل على السجاده كده بالشكل ده. هنوزع في كل حته. طبعا السجاده باينه وسخه جدا جدا جدا، يعني هي ممكن ما تكونش باينه قوي بس فيها بقع فعلا صعب قوي. وبقيت بقى الكوبايه اللي كان فيها الكلوريكس هنوزعها بعد ما رشينا الميه على السجاده. هنوزع الباقي برضو كده على السجادة من فوق. يعني يعتبر حطينا الكوباية كاملة بس دي كوباية صغيرة. وهبتدي بقى الف السجادة. طبعا انا ما دعكتش ولا عملت اي حاجة، انا بعد ما رشيت المية وحطيت الاوكسي وكل حاجة لفتها وسبتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لمدة ساعة كاملة. طبعا انتوا شايفين المية اللي نازلة منها وسخة قد ايه كده. انا كنت بقى عدت الساعة وفردتها وهبتدي بقى اغسلها. هضيف لها بس كده شوية مية بالشكل ده. طبعا الصابون والحاجات اللي احنا حاطينها باينه قوي. احنا ده كله لسه ما دعكناش كده، بقى هنبتدي ندعكها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كنت مركزه في الحتت اللي فيها اتساخات جامده قوي، وخصوصا هي الحته اللي في النص دي. وطبعا عملت الشراشيب بتاعتها. وبدأت بقى كده احط ميه وادعك. طبعا انا ما ضفتش اي اوكسي ولا اي صابون تاني بقى بعد اللي انا حطيته في الاول. طبعا كان في فرشة برضو تاني صغيرة كده كنت بدعك بيها، يعني كنت بكمل بيها بس بره الفيديو. طبعا كده كنت خلصتها خلاص كلها. وبدأت بقى اشيل الصابون كده بالمساحة واي حاجة عليها قبل ما اغسل بقى بالمية. بنزل بس كده بشيل الحاجات اللي اتحطت، وهبتدي بقى كده بالمية اشطفها كده، وبجر برضو بالمساحة. طبعا هي ما خدتش وقت خالص، هو الوقت كله في الساعة اللي انا كنت سايباها بس آه تاخد وتدي كده مع الصابون والحاجات اللي انا كنت ضايفاها في المية بالشكل ده كده. وهبتدي طبعا الحتة اللي اغسلها الفها بالشكل ده، واكب عليها مية برضو. طبعا انا مش عارفة اظبطها لكم قوي عشان طبعا ما اطلعش في الفيديو. ففي حاجات انا عملتها بره الفيديو خالص. اجر المية كده وابتدي اكب مية تاني والف لحد ما خلصت معايا بالطريقة دي. طبعا انا ما اكتفيتش بكده، انا خدتها طبعا ايه ورحت برضو شطفوها كده وهي واقفة عمودي كده، وبعدها نشرتها. وكده فيديو النهاردة خلص، والسلام عليكم.